بيبدأ الفيلم مع كيلر ومراته جريس وبنته آنا وابنه الكبير رالف، وهم رايحين لبيت جارهم فرانكلين علشان يحتفلوا مع بعض بعيد الشكر. وبيوصلوا لبيت فرانكلين وبيسلموا عليه هو ومراته نانسي، وبتكون علاقة الأسرتين ببعض كويسة جدا. وبعدها بتروح آنا تستأذن من كيلر علشان تخرج تلعب مع جوي بنت فرانكلين، فبيوافق كيلر لكن بشرط إن رالف يبقى معاهم علشان ياخد باله منهم. وبيخرج رالف معاهم هو وإيلايزا أخت جوي، وفجأة جوي وآنا بيبعدوا عنهم وبيلعبوا عند شاحنة كبيرة واقفة في الشارع. فبيروح لهم رالف وبيبعدهم عن الشاحنة، وبتلاحظ إيلايزا إن في صوت حد جواها، فبياخدهم رالف وبيعدوا قبل ما الشخص اللي راكبها يتضايق. وبيرجعوا البيت فرانكلين مرة تانية وبيقضوا كلهم وقت لطيف مع بعض. وفي نفس اليوم بتروح آنا علشان تستأذن من مامتها إنها تاخد جوي معاها للبيت بتاعهم علشان يدوروا على الصفارة بتاعتها. وبتوافق جريس وبيكمل الأسرتين احتفالهم. وبيعدي وقت من غير ما حد من البنتين يظهر، وساعتها كيلر بيروح يسأل رالف عن أخته. وقتها كان رالف قاعد مع إيلايزا وبيفهموه إنهم ما يعرفوش إخواتهم راحوا فين. فبيتضايق كيلر من رالف لأنه سابهم يمشوا لوحدهم. وبيروح رالف لبيته وبيفضل يدور على البنتين في كل مكان بس مش بيلاقيهم. فبيرجع لبيت فرانكلين مرة تانية، والكل بيقول إن محدش قادر يعرف مكان البنتين. وقتها بتيجي في دماغ رالف الشاحنة اللي كانوا بيلعبوا قدامها، وبيفتكر إن إيلايزا سمعت صوت شخص جواه وبيحكي لهم اللي حصل. فبيطلبوا من رالف إنه ياخدهم عند الشاحنة اللي بيتكلم عنها على أمل إنها تكون خيط يوصلهم لبناتهم. وبيخرج كيلر وفرانكلين مع رالف وبيكتشفوا إن الشاحنة اللي شافها رالف اختفت من الشارع. فبيقرر كيلر إنه يبلغ الشرطة، وبيعرف من رالف مواصفات الشاحنة وبيبلغها للضابط لوكي. وبيقدر لوكي إنه يوصل لمكان الشاحنة وبيروح على هناك مع القوة بتاعته. وبيكون الشخص اللي جوه الشاحنة اسمه أليكس، وبيحاول يهرب أول ما بيلاقي الشرطة وصلت لمكانه، لكن بيفشل بسبب تدخل القوات وبيتقبض عليه. وبعدها لوكي بياخدوا المركز الشرطة وبيستجوبوا وبيسألوا عن المكان اللي خبى فيه البنتين، ولو كان قاصد يبقى موجود في المكان علشان يخطفهم بعد ما خطط للموضوع. لكن أليكس مش بيبقى عنده أي معلومات عن الحادثة اللي لوكي بيتكلم عنها. وهنا بنعرف إن أليكس مصاب بتأخر ذهني. وبيسألوا لوكي عن المكان اللي بيركن فيه الشاحنة، فبيقول لأليكس إنه بيسيبها دايما عند بيت عمته. وفي نفس اليوم بيروح لوكي عند بيت عمة أليكس وبيلاقي عربية قديمة بره، فبيبدأ يدور فيها على أي دليل. وساعتها عمة أليكس بتخرج من البيت وبتشوفه، وبتعرفه إن العربية دي كانت بتاعت جوزها وإنها عرضها للبيع لو حابب يشتريها. فبيفهمها لوكي إنه جاي علشان حاجة تانية، وبيدخل معاها للبيت وبيعرفها إن أليكس محجوز في المركز. فبتعرفه عمته إنها كانت قلقانة عليه جدا لأنه اتأخر وهي مش عارفة مكانه، وبتفهمه إن أليكس شخص طيب وعمره ما عمل مشاكل مع حد. وبيلاحظ لوكي صورة لشخص كبير وبيكون عاوز يعرف هو مين. فبتعرفه عمة أليكس إنه جوزها، وإن حصل بينهم خلاف من 5 سنين، ومن ساعتها خرج بره البيت ومرجعش تاني. فبيسألها لوكي عن أهل أليكس، وهي بتفهمه إنهم ماتوا في حادثة عربية وقت ما كان أليكس عنده 6 سنين، ومن بعدها قررت هي وجوزها إنهم يتبنوه. وتاني يوم لوكي بيروح لبيت كيلر وبيتكلم معاه وبيعرفوا إنهم ملاقوش أي دليل على أليكس. وبيخرج من عنده وبيروح يركب العربية بتاعته. ووقتها بيجيله كيلر وبيطلب منه إنهم يفضلوا حابسين أليكس لحد ما يلاقوا بنته. فبيرد عليه لوكي وبيفهمه إنهم مش هيقدروا يحبسوه أكتر من يومين طالما مش متوجه له أي تهمة. وبيرجع لوكي للمركز وبيتكلم مع المأمور وبيعرفوا إنه هيروح يحقق مع عدد من المشتبه فيهم في قواضي خطف البنات اللي في نفس المنطقة بتاعت كيلر وفرانكلين. وبيوافق المأمور وبيروح لوكي لبيت برادلي أول شخص من المشتبه فيهم. ولما بيبص من شباك البيت اللي بره بيتفاجئ إن برادلي فاقد الوعي. فبيدخل للبيت علشان يفوقه، لكن برادلي بيكون سكران ومش بيرد عليه. وفجأة بيلاحظ لوكي إن في باب ورا التلاجة، فبيبعدها وبيقف قدام الباب وبيكتشف إن الباب عبارة عن فتحة بتدخله عند القبو بتاع البيت. فبينزل للقبو وبيستخدم الكشاف وبيفضل يدور على أي دليل، بس بيتصدم لما بيلاقي قدامه جثة شخص مقتول. وبيلاحظ إنه لابس سلسلة فضة عليها رسمة متاهة، مش بيبقى عارف هوية الشخص ده. فبيطلع يفوق برادلي بالقوة وبيسأله عن الجثة. فبيفهموا برادلي إنه ما قالوش على اسمه قبل ما يموت، وبيعرفوا إن الشخص ده جاله في يوم واعترف له إنه قتل 16 طفل، وفهموا إنه مستعد يقتل أكتر منهم. وساعتها برادلي قتله علشان يضمن إنه مش هيأذي حد من الأطفال تاني. فبيقبض لوكي على برادلي. في الوقت ده كيلر كان بيدور على بنته في الغابة وبتجيله مكالمة من المركز، وبيعرف إنهم هيفرجوا عن أليكس النهاردة. فبيقرر إنه يتصرف بنفسه
وبعدها كان أليكس بيمضي استمارة الخروج، وبتاخده عمته وبيخرجوا من المركز. وساعتها بيوصل كيلر وبيتهجم على أليكس، فبيخاف أليكس وبيقول لكيلر إن محدش فيهم عيط لحد ما هو مشي. وقبل ما كيلر يفهم المقصود من كلامه، الناس اللي في الشارع بتتجمع عند كيلر وبيبعدوه عن أليكس. وبيدخل كيلر لمركز الشرطة وبيحكي قدام لوكي والمأمور على الكلام اللي سمعه من أليكس قبل ما يبعدوه عنه. فبيروح لوكي لبيت أليكس وبيسأله عن الكلام اللي هو قاله الكيلر قدام المركز، وبيهدده بإنه هيتسجن فترة طويلة لو ما اعترفش بالحقيقة. لكن أليكس مش بيديله أي معلومات. ولما بيخرج لوكي من عنده بيتصل بكيلر وبيحكي له وبيعرفه إنه مش هيقدر يقبض عليه. فبيقفل كيلر المكالمة في وش لوكي، وبتنهار جريس وبتبدأ تفقد الأمل. فبيقرر كيلر إنه يلاقي بنته بنفسه، وبيروح يراقب أليكس من العربية بتاعته، وبيتفاجئ إنه بيغني نفس الأغنية اللي كانت آنا وجوي بيحبوا يغنوها مع بعض. فبيجهز كيلر السلاح بتاعه وبينزل من العربية وبيروح يصوبه على لوسي وبيسأله هو سمع الأغنية دي فين، لكن أليكس مش بيرد عليه. فبيخطفوا كيلر وبيسيبه في بيت أبوه، وبيرجع ياخد فرانكلين والعربية علشان يوديه لأليكس. ولما فرانكلين بيشوفه وهو متكتف بيخاف جدا، وبيفهم كيلر إن مش دي الطريقة الصح اللي ممكن يرجعوا بيها بناتهم، وإنهم المفروض يبلغوا الشرطة عن الأغنية اللي سمع أليكس بيغنيها. لكن كيلر بيرفض وبيعرفه إن الشرطة مش هتعمل حاجة، وبيقرر إنه يفضل يضرب أليكس لحد ما يعترف على مكان البنات. وبيعرف لوكي إن كلام برادلي حقيقي، وإن فعلا الشخص المقتول كان بيخطف الأطفال. وبيقرأ مقالة عن طفل اسمه باري اختفى من أهله من 26 سنة، ولحد دلوقتي ما حدش يعرف عنه حاجة. وفي الليل بيتجمع سكان الحي في مكان واحد ومعاهم لوكي، وبيولعوا شموع كتير وبيفضلوا يدعوا للبنتين إن ربنا يرجعهم لأهلهم. وفجأة بيظهر شخص شكله غريب وبيسيب دبدوب وسط الشموع وبيقف جنب الناس، وبيكون لوكي مركز معاه. ولما الشخص ده بيلاحظ إن لوكي شايفه بيهرب بسرعة من المكان، وبيروح لوكي وراه لكن بيلاقيه اختفى من قدامه. وفجأة بيظهر الشخص مرة تانية لوكي وبيضربه وبيهرب. وتاني يوم بيذيعوا رسم الملامح الشخص ده في نشرة الأخبار على حسب المواصفات اللي اداها لهم لوكي، لأنه هو الوحيد اللي شافه. وبعد ساعات من انتشار الخبر بتيجي مكالمة لوكي من بنت بتشتغل في محل ملابس، ولما بيروح يقابلها بتعرفه إن الشخص اللي صورته معروضة في النشرة بيجي يشتري هدوم أطفال من عندها كل فترة. فبيسلمها لوكي الكارت بتاعه وبيطلب منها تتواصل معاه لو أي حاجة جديدة حصلت. وبيعدي 5 أيام على اختفاء البنتين، وبيبلغ فرانكلين مراته بأنهم خطفوا أليكس ومخبيينه لحد ما يعترف. فبتروح معاه عند كيلر وبتطلب منه إنه يوري لها أليكس، ولما بتقعد معاه بتترجاه إنه يعرفها مكان بنتها، وبتوري له صورة ليها، وعلشان تطمنه إنها مش هتأذيه بتفك إيده. فبيبعدها أليكس عنه وبيحاول إنه يهرب، لكن كيلر بيلحقه على آخر لحظة وبياخده وبيحبسه في مكان ضيق وضلمة، وجواه دش بينزل منه مية سخنة قوي أو باردة قوي علشان يعذبه بيها. وبيبقى لا فرانكلين ولا مراته موافقينه في اللي هو بيعمله، لأنهم مش متأكدين إن أليكس هو الجاني. وفي الوقت ده بيتسلل الشخص اللي هرب من لوكي لبيت كيلر، وبتصحى جريس على صوته، وبتروح لأوضة تانية وبتلاقي إن الشباك بتاعها مفتوح. فبتتصل بلوكي وبيتبلغوا اللي حصل، وبيجي لوكي بسرعة للبيت وبيكتب تقرير باللي جريس قالته، وبيسألها عن جوزها. فبتعرفه إنه خرج يساعد الشرطة عشان يلاقوا آنا. فبيروح لوكي قابل كيلر وبيقول له إن مراته عرفته إنه بيخرج بالليل يدور على آنا مع الشرطة، وبيفهمه إنه متأكد إن ده مش حقيقي. فبيسأله كيلر لو هو مشتبه فيه، وبيرد عليه لوكي وبيعرفه إنه شاكك بإنه خطف أليكس علشان يضغط عليه، وده لأنه وصل له بلاغ باختفاء أليكس. فبيتعصب كيلر وبيفهم لوكي إن بنته كل يوم بتسأل نفسها هو اللي ما راحش ينقذها لحد دلوقتي، ده غير إن الشرطة مش بتاخد أي خطوة. وبيطلب منه يروح يدور على بنته بدل ما يواجه له هو اتهام، وبيسيبه وبيمشي. وبيرجع لوكي لمركز الشرطة وبيفتح الملف بتاع أبو كيلر، وبيعرف إنه كان حارس في السجن وانتحر في شقته، وبيحفظ عنوان البيت وبيقرر إنه يروح هناك. وساعتها كان كيلر بيعذب أليكس وفتح المية السخنة عليه، فبيقول له أليكس إنه كان عاوز يلعب مش أكتر. وكلير مش بيبقى فاهم أي حاجة من كلامه. وبيوصل لوكي عند البيت، وهنا بنعرف إنه نفس البيت اللي كلير حابس أليكس فيه. وقتها كيلر بيشوف لوكي من الشباك، فبيهدد أليكس بإنه هيفتح المية السخنة تاني لو عمل أي صوت. وبيفتح لوكي شباك خارجي للبيت وبيدخل منه، وساعتها بيمثل كيلر إنه سكران وواقع على الأرض. ولما لوكي بيشوفه بيفوقه وبيطلب منه إنه يفتش البيت، وبيضطر كيلر إنه يوافق علشان لوكي ما يشكش فيه.
وبيفضل لوكي ماشي في البيت من غير ما يلاقي أي حاجة. وأول ما بيقرب من المكان اللي فيه أليكس بتجيله مكالمة من البنت اللي بتشتغل في محل الملابس، وبيتعرفوا إن الشخص اللي بيدور عليه كان هنا، ولما حس إنها بتراقبه هرب. بيتبلغ لوكي برقم العربية بتاعته، وبيقدر لوكي إنه يحدد مكان العربية، وبيروح على العنوان اللي هي فيه وبيشوفها مركونة برا البيت. فبيخبط لوكي على الباب وبيفتح له نفس الشخص اللي هو بيدور عليه، وبيتكلم معاه لوكي وبيسأله لو عنده أطفال ولا لأ. ولما بيعرف إنه ما عندوش أطفال بيستغرب جدا وبيسأله عن هدوم الأطفال اللي بيشتريها. وقتها الشخص بيخاف وبيكون هيقفل الباب، فبيهجم عليه لوكي جوه الشقة وبيحط الكلبشات في إيده وبيبدأ يفتش البيت، وبيشوف راس خنزير في الحوض، وبيلاحظ إن في أوضة مقفولة فبيكسر الباب بتاعها. ولما بيدخل بيلاقي فيها شنط كتير على الأرض وكلها مقفولة بقفل، فبيستخدم حديد عشان يكسر الأقفال بيها. وفي الشنطة الأولى بيلاقي هدوم أطفال عليها دم، ولما بيمسكها بيتصدم لأنه بيكتشف إن تحتها تعابين كبيرة. وبيفضل يفتح باقي الشنط وبيكتشف إن كلهم فيهم تعابين لحد آخر شنطة. لما بيفتحها بيلاقي فيها كتاب جواه رسومات مختلفة المتاهات، ومكتوب عليه إنه لو قدر يحل كل المتاهات اللي في الكتاب هيرجع للبيت في سلام. وبيقبض لوكي على المجرم وبيعرف إن اسمه بوب، وبعدها بيروح يعرض صور للهدوم اللي لقاها عند بوب على أهل البنتين اللي اتخطفوا، وبيتعرفوا أهلهم على الهدوم بتاعتهم فعلا. وكيلر بيبكي لأنه اتأكد إن بنته اتقتلت. ولما الشرطة بتستجوب بوب بيصمم إنه يرسم لهم رسمة معينة قبل ما يقول أي كلمة، وبيرسم متاهته لكن بيرفض يعرفهم قصده من الرسمة. فبيتعصب لوكي وبيتهجم عليه، وساعتها بيدخل 2 من رجال الشرطة لأوضة الاستجواب وبيبعدوه عن بوب، وبيسحب بوب مسدس من واحد منهم وبيضرب نفسه بالنار وبينتحر. وبيتعصب لوكي جدا لأنه خسر القضية، لدرجة إنه بيفضل يكسر في الحاجات اللي حواليه. وفجأة بيلاحظ صورة لجثة الشخص اللي لقاها عند برادلي، ولما بيدقق في السلسلة اللي كان لابسها بيلاقي إنها نفس رسمة المتاهة اللي رسمها بوب قبل ما ينتحر. وبعدها بتجيله مكالمة من المعمل الجنائي وبيعرف منها بإن الدم اللي لقوه على هدوم الأطفال كان دم خنازير. وفي الوقت ده كان أليكس بيقول لكيلر إن البنات موجودين في المتاهة ومش بيفهموا المقصود من كلامه. فبيروح كيلر لبيت عمة أليكس وبيتظاهر إنه حاسس بالذنب بخصوص اختفائه لأنه تعرض له قدام المركز وممكن يكون خاف منه وهرب. فبتحكي له عمته عن سبب التأخر اللي عند أليكس، وبيتعرفوا إن جوزها كان بيحب التعابين وبيربيهم، وإن أليكس له ذكريات مش كويسة مع التعابين علشان كده وصل للحالة اللي هو فيها دلوقتي. وبتيجي مكالمة لجريس من الشرطة بإنهم لقوا جوي ونقلوها للمستشفى بس ما لقوش بنتها. فبتروح جريس لكيلر بسرعة وبتعرفوا إنهم لازم يروحوا للمستشفى ويسألوا جوي عن آنا. وفي المستشفى بتحكي لهم جوي إن هي وآنا حاولوا يهربوا مع بعض، لكن الخاطف لحق آنا وهي اللي قدرت تهرب. وبتتكلم جوي مع كيلر وبتعرفوا إنها شافته هناك، وساعتها كيلر بيراجع الأماكن اللي راحها وبيتأكد إن مفيش مكان غريب عنه غير بيت عمة أليكس. فبيجري من المستشفى وبيركب عربيته علشان يروح لها، وبيطلع وراه لوكي بالعربية علشان يطارده لكن مش بيلحقه. وبيوصل كيلر لبيت عمة أليكس وبيخدعها وبيفهمها إنه جاي يصلح لها الباب المكسور كاعتذار منه على اللي عمله معاهم قدام المركز. وأول ما بيدخل بيعرفها إنه مش جاي يأذيها وإنه عاوز يعرف مكان بنته مش أكتر. فبيتصوب عليه مسدس وبتعرفه مكان الكلبشات وبتأمره إنه يكتف نفسه، وبعدها بتديله مشروب وبتفهمه إنه لازم يشربه علشان تقدر تسيطر عليه، وبتأكد له إنه لو شرب هتوديه لبنته. وقتها بيضطر كيلر إنه يشرب، وبعدها بتاخده بره البيت وبتحكي له إن أليكس مش قريبها وإن هي وجوزها خطفوه من 26 سنة وإن اسمه الحقيقي هو باري. وهنا بنعرف إنه نفس الطفل اللي لوكي شاف الملف بتاعه، وإن جوز الست دي هو صاحب الجثة اللي لقاها عند برادلي. وبيتركبوا الست عربية قدام البيت وبتفهموا إن هي وجوزها كانوا بيخطفوا الأطفال علشان يحولوا أهاليهم لوحوش زي ما عملوا معاه، وإن أليكس ملوش أي علاقة بخطف البنتين. وبتأمروا إنه يرجع بالعربية لورا، وبتظهر فتحة تحت العربية، وساعتها الست بتعرفوا إنها كانت مخبية البنتين فيها وقت ما الشرطة كانت عندها. وبتأمروا إنه ينزل للفتحة، ولما بيرفض بتضربه رصاصة في رجله وبتخليه ينزل بالقوة وبتقفل الفتحة عليه. وبيفتح كيلر الكشاف وبيفضل يدور حواليه وبيلاقي الصفارة اللي بنته كانت خارجة تدور عليها. وبعدها بيروح لوكي لبيت عمة أليكس وبيفضل يخبط لكن محدش بيرد عليه، فبيفتح الباب وبيدخل. وقتها لوكي بيشوفها وهي بتحقن آنا بمادة سامة، وبيصوب لوكي والست الأسلحة على بعض وبيضربوا بعض بالنار في نفس اللحظة. وبيقدر لوكي إنه يقتلها وهو بيتصاب بجرح سطحي في دماغه. ياخد آنا وبيروح بسرعة بيها للمستشفى علشان ينقذها قبل ما مفعول السم ينتشر في جسمها، وفعلا بينجح في إنه ينقذها. وبتدخل جريس للأوضة اللي لوكي بيتعالج فيها وتشكره إنه أنقذ بنتها، لكن بتكون حزينة إن كيلر اختفى.
ولما بيخف لوكي بيروح لبيت الست اللي قتلها ومعاه الفريق بتاعه علشان يدوروا على أي أثر لجثث الأطفال تحت الأرض، لكن الفريق مش بيلاقي حاجة وبيمشي. وبيقف لوكي لوحده شوية في المكان، وساعتها بيسمع صوت صفير ومش بيقدر يحدد مكانه، وهنا بنعرف إنه ده صوت كيلر وهو بيصفر بالصفارة بتاعت آنا تحت الأرض. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام اشترك ويفعل الجرس.